وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هذا كتاب من محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، النبي الأمي العربي الهاشمي القوي القريشي المكي الأبطحي الزمزمي التهامي اليثربي، صاحب القضيب والناقة والحوض والشفاعة والتاج والغمامة والقبول والطاعة والقبلة والقرآن والنور والبرهان والدلائل والإيمان، صاحب قولا عدلا مخلصا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إلى كل مارد من الجان معتدل أو غير معتدل، ماس أو مسلط أو تابع لجثة ونفس وروح وقرين موكلي هذا. أما بعد، فإن لنا ولكم في سعة، فإن يك منكم طارق مولعا أو داعيا مبطلا أو مؤذيا مقتحمات فليتركوا حملة القرآن وليتركوا هذا العبد الصالح وينطلق إلى عبادة الأوثان. كذلك يرسل الله عليهما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله، ولا غالبا يغلب الله، ولا أحدا فوق الله، ولا أحدا كفء الله، ولا أحدا سوى الله، ولا أحدا مثل الله، ولا أحدا غير الله، ولا يصرف السوء عنك إلا الله. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله، وفي حفظ الله، وفي كنف الله، وفي حمى الله، حيثما قام وحيثما قعد لا تقربوه ولا تفزعوه ولا تضروه، لا قائما ولا قاعدا ولا نائما ولا يقظا، ولا تضروه لا في أكله شرابه ولا في اغتساله ولا في ليله ولا في نهاره، وانصرفوا عنه بحق الله وقوة الله. وكلما سمعتم بذكر كتابي هذا فانصرفوا عنه هاربين وتولوا عنه مدبرين وعلى أعقابكم ناكصين. عزيمتي هذه بالله وتوكلي على الله وهو على كل شيء قدير. يا معشر الجن والشياطين، أبالله تكذبون وعن القرآن تعرضون وبآيات الله تستهزئون وعلى الله تفترون وبالله تكفرون وعلى أهل الإيمان تمترون. الله أمركم بهذا أم على الله تكذبون؟ أعزم على كل من قام منكم وقعد وكاد واجتهد وسحر ورصد وعارض في الطريق وتمرد، وأعزم على سكان الجبال والتلال والكهوف والرمال والسهل والأدغال والآجام والآكام والخراب والعمران، وعلى بني كارخ وأولاد شمراخ وركاب الرياح وأصحاب السلاح، وأعزم على الطيارة منهم في الهوى ومسترقة السمع من السماء وسكان المنازل والديار والقرى، ومن يتعارض منكم للحوامل والأطفال، ومن ينطق منكم على ألسنة الرقود، ومن يتعارض منكم للطفل والمولود، ومن كان منكم من رهط سليمان بن داود عليه السلام صاحب الأعلام والبنود والعساكر والجنود، ومن إذا ذكر الله تعالى يذوب كما يذوب الرصاص والحديد والنحاس. وأعزم على سكان الخراب والمنقطعة في التراب وكل من سكن الفجاج
ومن هو على متون الأمواج، ومن سكن في البحر الأخضر العجاج، وأصحاب الضلالات، وسكان الجزائر والفلوات، وأعزم على أصحاب التهديد والتشديد والظل والحرور، وسكان الجزائر والبحور والفلوات والدور والعيون والنهور والفيافي والقبور والحمامات والمراحيض، وأصحاب الهمهمة، ومن يتصور منكم ويتمثل منكم على صور السباع والضباع وأصلاب الدواب والحيات والعقارب والضباع والذئاب، وأصلاب الدواب والحيات والعقارب وأولاد حام، وأعزم على الغطارف منكم والأعراب والزوابع والتوابع والزغازغ، وأعزم على الرياح وجنده والديباج وجنده وأبو فزعة وجنده والهجام وجنده والمعمر في الجبال وجنده ودنهش وجنده وساكن التلول وجنده وأبو فروة وجنده وساكن الرمال وجنده وميمون وجنده وملك الطيارة وجنده وسيدوك وجنده وصاحب جبل الدخان وجنده والمرزبان وجنده والشمردل وجنده والشيفاص وجنده والخشعان وجنده وطلفس وجنده وشاخيا وجنده وشمهورش وجنده وعمرو بن عامر وجنده وأبو فرقة وجنده وأبو برزة وجنده والأفنش وجنده ووالي الحكم وجنده وأبو عبد الرحمن وجنده. عزيمتي هذه بالله عليكم جميعا وعلى كباركم وصغاركم وذكوركم ونسائكم وأشياعكم وأتباعكم وخدامكم ومن يعينكم في أمركم ومن والاكم ومن نظركم وبريق أعينكم ومن صوركم، فمن أبى منكم وخالفني ولم ينصرف عن موكلي هذا هدمت أركانه عمن قرأت عليه عزيمتي هذه وكتاب محمد النبي هذا صلى الله عليه وآله بالله العزيز الحكيم وبحق آهيا شراهيا أدني أصبعت الشداي وخمدت النيران بنور الرحيم الرحمن خمدت نيرانكم وبطلت أسحاركم عنه. وأعزم عليكم بالقرآن العظيم سورة سورة آية آية كلمة كلمة حرف حرف. أعزم عليكم بالحمد بسورة البقرة بآل عمران بالنساء بالمائدة بالأنعام بالأعراف بالأنفال بالتوبة بيونس بهود بيوسف بالرعد بإبراهيم بالحجر بالنحل بالإسراء بالكهف بمريم بطاهاء بالأنبياء بالحج بالمؤمنون بالنور بالفرقان بالشعراء بالنمل بالقصص بالعنكبوت بالروم بلقمان بالسجدة بالأحزاب بسبأ بفاطر بياسين بالصافات بصاد بالزمر بالمؤمن أو غافر بفصلت بالشورى بالزخرف بالدخان بالجاثية بالأحقاف بمحمد بالفتح بالحجرات بقاف بالذاريات بالطور بالنجم بالقمر بالرحمن بالواقعة بالحديد بالمجادلة بالحشر بالممتحنة بالصف بالجمعة بالمنافقون بالتغابن بالطلاق بالتحريم بالملك بالقلم أو نون بالحاقة بالمعارج بنوح بالجن بالمزمل بالمدثر بالقيامة بالدهر أو الإنسان بالمرسلات بالنبأ بالنازعات بعبس بالتكوير بالانفطار بالمطففين بالانشقاق بالبروج بالطارق بالأعلى بالغاشية بالفجر بالبلد بالشمس بالليل بالضحى بالانشراح بالتين بالعلق بالفيل بالقدر بالبينة بالزلزلة بالعاديات بالقارعة بالتكاثر بالعصر بالهمزة بالفيل بقريش
بالماعون، بالكوثر بالكافرون، بالنصر بتبت أو المسد، بالإخلاص بالفلق وبالناس، بحرمتي وفضل هذه 114 سورة أعزم عليكم يا معاشر الجن والشياطين، وبها قددتكم وأسرتكم وأوثقتكم واستعنت بالله عليكم، وختمت على سمعكم وأبصاركم وقلوبكم وجوارحكم، لا تتعرضون لموضع يكون فيه موكلي هذا أو في بيت أو في أي مكان يحل فيه، وأعيذه بالله من شر كل كبير وصغير وفطيم ورضيع وذكر وأنثى وحر وعبد وأسود وأبيض، ومن شر كل بهيم وحيوان ونائم ويقظان، وكل من يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن لا يشهد بذلك. وأعزم عليكم برب النار والنور والظل والحرور والأحياء والأموات ألا تقربون موكلي هذا، لا في سفره ولا في حضرته ولا في ليله ولا في نهاره، وانصرفوا عنه بقدرة الله تعالى وبسلطان الله تعالى، ولا تقربوه لا في قيامه ولا في قعوده ولا في مطعمه ولا في مشربه ولا في آجام ولا في غياض ولا في رياض ولا في آجام ولا في آكام ولا في حمامات ولا في مطامر ولا في مزابل ولا في بيع ولا في شراء ولا في مساجد ولا في مراقد ولا في مقابر. أعزم عليكم يا معشر الجن والشياطين ألا تؤذوا من قرئ عليه كتاب النبي هذا بما تلقى آدم من ربه الكلمات، وبحرز حواء الذي نجاها من الموبقات، وبما دعا به الخضر فاستنارت به الظلمات، وبما دعا به ذي القرنين فبلغ الغايات، وبما دعا به ذي النون فخرج من الظلمات، وبما دعا به إسماعيل فحلت عنده البركات وانجلت عنه الكربات، وبما دعا به موسى فرمى السحرة بالشتات، وبما دعا به عيسى فحظي بالدلالات وبالاسم الذي أحيا به الأموات، وبأنوار نور نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبوات، وبسيف علي بن أبي طالب عليه السلام صاحب الكرامات، بطه بالصافات، بآل عمران بالذاريات، بالنور الساطع بالضياء اللامع، وبالحجر القاطع، وبالملك الأعلى بمن على العرش استوى وللملك احتوى، لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وأعزم عليكم بما عزم به عليكم نبي الله سليمان بن داود فأجبتموه، وبالاسم الذي ضاءت به الشمس ونار به القمر وكسر به قرن كل جبار عنيد وشيطان مريد، وبالاسم المكتوب على سرادق العرش، وبالاسم الذي قامت به السماوات والأرض بغير عمد ترونها، وبالاسم الذي طارت به الأطيار وفجرت به الأنهار وسجرت به الأبحار، وخلق به الليل والنهار، وبالنور الذي أبرق من وجه ربنا على جبل طور سيناء فتدكدك الديموم وتناثرت النجوم وتقطعت الغيوم فزعا من الحي القيوم.
زجرتكم به عمن قرئ عليه هذا الكتاب وهذه العزيمة بالصافات صفا بالتاليات ذكرا وبالليل إذا عسعس وبالصبح إذا تنفس بيوم القيامة وبالنفس اللوامة وبالعرش المجيد واللوح المحفوظ وبأسماء الله العالية التي لا تنام وبالملك الذي لا يرام وبالقوة التي لا تغلب وبالذراع الذي لا يقهر وبالنور الذي استنارت به كل ظلمة وكسر به كل قوة وآمن به كل خائف وبنور قدس الله وأسمائه وذكره وجلاله وأعيذ موكلي هذا بحق هذه الأسماء من طوارق الليل والنهار والجن والشياطين والعفاريت المتمردين والمعتدين جميعا. كيف لكم سبيل على من قرئ عليه كتابي هذا وهذه الأسماء المحرقات والعزائم البالغات؟ فمن قربه منكم بعد هذه الأقسام الكرام فقد احترق وخمد وحرقه الله بشهابه الثاقب وعذبه بعذابه الواصب. عزيمتي بالله وتوكلي على الله على كباركم وصغاركم وذكوركم ونسائكم وأشياعكم وأتباعكم بمن عرشه بديع زجرته. فمن أبى منكم وخالفني ولم يخرج ويبتعد عن موكلي هذا فقد برئ من الله والله بريئا منه. وبجميع الشتات شتته وبمخرج النبات أبعدته بمن خلقه بديع أهلكته بمن عرش